في ظل اعتذار اللاعب المغربي كريم البركاوي عن الانضمام للزمالك لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الموسم المقبل، يبقى حاليا على الساحة أمام الزمالك صفقتين يقوم بمحاولة التعاقد معها لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الموسم المقبل. أحدهما صفقة هجومية محلية وها صفقة محمود ممدوح، والأخرى صفقة هجومية أجنبي وها صفقة السنغالي مباين يانغ، حيث لا يزال الزمالك يحاول التعاقد مع الصفقة. هي محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وهو مهاجم شاب يمتلك قدرات تهدي فيه كبيرة وقدرات بدنية عالية. أيضا المهاجم السنغالي مباين يانغ، ويتحدث الكثير أنه مهاجم قوي بدنيا ولديه خبرات في الدوريات الأوروبية، ولكن المقابل المالي وراتب اللاعب الكبير حاليا لا يزال عائقا وراء إتمام الصفقة السنغالية الهجومية للزمالك، رغم أنها صفقة حرة. وكانت فريق الزمالك قد بدأ اليوم معسكر الإعداد في الإسكندرية استعدادا للموسم المقبل،